أم عتاب ماتت. أم عتاب أخوها قتلها بكل دم بارد. ليش قتلها أخوها؟ لأنه الأخ سند لأخته، لأنه صار له تاركها أكثر من 2-3 سنين. أخوها جوزها تاركها، فاتحة صفحة على التيك توك، الناس تساعدها، تعالج بناتها، واقفة يم بناتها، طلعت محتشمة على التيك توك لأنه الأخ سند. لأنه بعد كل الضيم اللي مرت بيه وشافت أخوها جاي لعدها، حاطة على ستوريها أخوها جاي لعدها وتبكي. بعد كل الضيم ما تبرت عن أخوها، ولكن أخوها تبرى منها وتشتريها بكل دم بارد لأنها طالعة على التيك توك ومحتشمة وأنها واقفة جنب بناتها. حسبي الله ونعم الوكيل بيك. أنت منين من البشر؟ منين من البشر أنت مالك إنسان. حتى الحيوانات ما تسوى أفعالك. نطالب المنظمات الدولية أنها تقف يم البنات وتكفي بعلاج البنات، لأنه جوزها لأم عتاب مجرم أكثر من أخوها، هو اللي حرض أخوها عليها خلاه يقتلها. هاي ناس مجرمة، هاي ناس سفاحة. ونطالب الحكومة اللبنانية والحكومة السورية بأنها تحاكموا بأشد الحكم وبأشد العقوبات على هذا الشخص المجرم. ويلكم من بشر أنتم. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحم شام عتاب وترحمهم عليها، ونتمنى العالم أجمعين أنه ما ينسى البنات ويقف حد البنات، لأنه مرضانات وما ليه المعين إلا رب العالمين وإلا هالبشر هاي. لأنه هذا جوزها مجرم، هو اللي حرض أخوها أنه يقتلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.